أنا اسمي إيمان حسن، سني 38 سنة، وكان وزني 111، وبفضل الله رب العالمين بعد عملية التكميم بقيت 78. أستاذة إيمان نازلة في الوزن أكتر من 35 كيلو، كانت عارفة المشكلة فين؟ أول بقى ما ابتديت إن أنا مش عارفة أمشي، سني صغير، لقيت نفسي إن أنا عاملة زي أكني واحدة كبيرة، ولا عارفة أمشي ولا عارفة أتحرك زي أي واحدة في سنها، مش عارفة أتعامل مع أولادي كويس. ابتديت بقى إن أنا أفكر في العملية، قعدت سنة بالظبط إن أنا أقعد أفكر إن أنا أعمل العملية. ربنا أكرمني وأكرمني بالدكتور محمد، الحمد لله رب العالمين، ان انا اعمل معاه عمليه التكميم. ربنا جعلها من نصيبنا نعملها العمليه. اول ما دخلت الدكتور محمد بفضل الله انا ارتحت على طول. شفت دكتور محمد على الفيس في فيديو مع واحد برضو عمل العمليه، ما فيش، اتصلت في ساعتها على طول وخدت ميعاد ورحت. طلعت من الدكتور على التحليل حدد لي العمليه. فعلا خدنا القرار بسرعه معاها، هي ما ترددتش لحظه. يعني الواحد فعلا اتولد من جديد، حياه جديده فعلا، اللهم لك الحمد. احسن قرار خدته في حياتي. بقيت بقى بعد العمليه كل حاجه الحمد لله اعملها وانا بصحه جيده والحمد لله رب العالمين. انا باكل كل حاجه من بعد اول شهر لحد دلوقتي، بقالي 7 شهور اهو، ما اقدرش اكمل ربع رغيف. الناس اللي بتبقى خايفه انها مش هتاكل تاني او لا، بتاكل بس بتبقى كميات فعلا محدوده جدا. بقالها 7 شهور عامله العمليه، حياتها اتغيرت تماما، بتاكل لنفسها فيه كله ومش حارمه نفسها، بتشتغل مع اولادها. يا رب دايما توصل اللي هي عايزاه كمان وكمان، ويوفقها في حياتها مع اولادها ومع بيتها. الواحد بيدور بصراحه على الانسان ذو خلق، امانه، راحه نفسيه. انا اختي لما دخلت معايا كانت جايه معايا ساعه ما كنت اول مره جايه اكشف، قالت لي ما تشوفيش ما تفكريش، هو الدكتور ما شاء الله عليه، الدكتور راحنا من كلامه وارتحنا نفسيا. قلت لها فعلا، تحس ان الكلام طالع من جواها فعلا، وان هي قد ايه فرحانه ان ربنا وفقها وكرمها انها تاخد القرار ده. بيعرفك كل العمليه نظامها ايه، في نفس الوقت براحه نفسيه كده. ربنا يجازيه يا رب الخير كله ويبارك في صحته وعافيته واسرته يا رب. مبسوط جدا ان انا كنت سبب، او ربنا جعلني سبب ان هي ترمي حمل تقيل من وزنها.